القط الأسود الشرير رمى لولي من مكان عالي، والأم اتصدمت من اللي حصل، ولولي يا عيني قعدت تصوت، والأم قعدت تعيط، وبعدين رمت نفسها من نفس المكان عشان تلحق بنتها. والقط الأسود كان مصدوم، ولولي لما وقرت جسمها كله اتعور، وكانت عمالة تعيط وتنده على أمها. وبسبب صوتها العالي كان في دب كبير في الغابة سمع صوتها وقعد يجري وراها، وهي حاولت تهرب منه. ولما كان هياكلها، الأم ظهرت فجأة زي الأبطال الخارقين عشان تنقذ بنتها، وقعدت تضرب الدب، وقالت لها ابعدي يا لولي عشان ما تتعوريش. والدب قرب منها وكان بيضربها وهيعورها، ولولي هربت بسرعة وراحت في مكان بعيد، وعينيها كلها دموع، وراحوا ولعت نار عشان ما تموتش من البرد. وفجأة الأم ظهرت وهي على ظهر الدب، وراحت لبنتها، ولما كانت بتعيط لقت أمها جنبها وحضنتها، ورجعوا سوا على ظهر الدبابة، وخرجوا من الغابة ورجعوا بيتهم وشكروا الدب جدا. ولما رجعت البيت اتصدمت من اللي جوزها كان بيفكر فيه، وضربته وطردته بره البيت.